السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من أهلاوي الأبد. أداء مخيب للآمال بكل الأشكال. يعني منتخب مصر النهاردة قدام فريق ضعيف، منتخب مصر الخامس أفريقيا قدام الخامس والعشرين أفريقيا. أداء ضعيف جدا النهاردة. حاجات غريبة حصلت النهاردة في الملعب، بصراحة أنا مستغرب بطريقة مش طبيعية. يعني أول ما قريت التشكيل ماشي الخماسي الدفاع اللي ورا الشناوي حجازي منعم، اليمين هاني، الشمال محمد حمدي، خط النص النني اللي أنا معترض عليه شخصيا في وجوده في منتخب مصر أصلا، بعد كده حمدي فتحي، وقدامهم المفروض يعني على الورق زيزو، بعد كده صلاح على اليمين وتريزيجيه على الشمال، وفي النص مصطفى محمد. طبعا اول ما ابتدى الماتش انا اتخضيت لما الاقي محمد صلاح نجم منتخبنا اللي هو يعني من اجمد هدافين العالم واجمد جناح يمين على مستوى العالم بقاله كام سنه، ابص الاقيه بيلعب في خط النص. مفاجاه مش طبيعيه بصراحه، مفاجاه غير ساره زي ما بنقول كده، حاجه تحبط، جابت لي احباط. اول ما شفت الكلام ده احبطت بصراحه. ماشي، جبنا الجون الاول في الدقيقه الثانيه، هوب خطفنا، قلت طب يلا بقى خلاص، يلا ماتش سهل ان شاء الله. والدنيا عدى الشوط الاول مفيش اجوان تاني، ضيعنا فرصه ولا حاجه، والشوط الثاني اتقلب علينا في ثانيتين 2-1، غلطات دفاعيه مش طبيعيه. لان احنا بنلعب بخطه، انا مش عارف كنا بنلعب بخطه ايه، 4-2-4 ولا 4-4-3، ومحمد صلاح بيلعب 4-3-3، ومحمد صلاح بيلعب صانع العاب. طب ليه ما خدت صانع العاب معاك؟ يعني ليه ما خدتش صانع العاب معاك؟ مصر بتلعب بدون صانع العاب. لا ما ينفعش، محمد صلاح مش مكانه، وزيزو معلش مش عارف بقى، انت هل دي مجامله لزيزو عشان يلعب ولا ايه؟ مش على حساب المنتخب وعلى حساب جماهير مصر كلها ولا ايه الدنيا؟ انا مش فاهم بصراحه. يعني انا ما فهمتش النهارده. زيزو عارفينه بيلعب في خط النص وحش مش مكانه، فالراجل اخترع له النهارده اختراع، راح منزل محمد صلاح هو خط النص، وهوب لعبنا الماتش خلص خلاص. يعني انا بسجل قبل ما الماتش يخلص لان انا متاكد ان احنا هنخلص تعادل خلاص. ف يعني مفيش، يعني دي مجامله ولا ده ايه بالظبط؟ ولا في حد بيمليك التشكيله يا عم فيتوريا ولا ايه؟ يعني انت بتلعب بالك سنه ولا سنه ونص مع المنتخب، انا ما شفتش ماتش زي ده، يعني ما شفتلكش تشكيله زي دي. من امتى صلاح بتموت صلاح؟ بتموتوا صلاح يا جدعان. صلاح اللي بيصول ويقول مع ليفربول في الناحيه اليمين، بتموتوه وتنزلوه في خط النص يلعب صانع العاب عشان زيزو يلعب، مع انه ملاعب يا جدعان. ما انا بصراحه بقى يعني عن زيزو ملاعب في الماتش، ولا عنه لاعب في منتخب مصر خالص. ما نبص لمصلحه منتخب مصر، فين المصلحه؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ نفضل يعني بص مضغوطين بعد ما جه فينا جونين من، طبعا ما فيش خط نص، النني طبعا مش موجود، حمدي فتحي يعتبر بيلعب لوحده رقم 6، زيزو مش موجود، محمد صلاح طبعا مش هيرجع يدافع طبيعي يعني. فمفيش، اتكشفنا والدفاع اتكشف، وهوب الجون الاول، وهوبا غلطه تانية الجون التاني، محمد عبد المنعم وحجازي ومحمد حمدي ما بيغطيش ومحمد هاني ما بيغطيش. يلا هوب الحق نفسك، اعمل تغييرات، نزل مرموش ونزل عمر كمال عبد الواحد، وهوب طلع النني ونزل امام. طب يعني بعد كده انا اطلع مش عارف مين ونزل كوكا. انت بتلعب من غير صانع العاب. ما خدتش عبد الله السعيد ليه؟ ما خدتش قفشه ليه؟ ما هو كان طبيعي ان انت تلعب كده. من امتى منتخب مصر بيلعب من غير صانع العاب؟ قلناها من قبل البطوله، منتخب مصر ناقصه اللاعب اللي يصنع اهداف. مين اللي هيرمي لصلاح ومين اللي هيرمي لتريزيجيه؟ مفيش النهارده، مفيش. صلاح حاول شويه لكن برضه مفيش، ما عندناش صانع العاب. حتى امام اللي ممكن شويه الى حد ما، مع انا مش مقتنع بيه طبعا كان صانع العاب، برضه ما نزلش من اول ماتش. فبصراحه ماتش للنسيان، يعني ماتش يجيب احباط من اول بطوله كده. فالحمد لله على التعادل. محمد صلاح برضه في ضربه الجزاء وقع لبنى، هوب دب في العارضه وراحت داخله، الحمد لله. ربنا كرم، يعني ده كرم من عند ربنا، الحمد لله. الحمد لله على التعادل، ماتش للنسيان. روي فيتوريا اقعد مع نفسك كده، انت المفروض مدرب كبير، اقعد مع نفسك، مالكش دعوه بالناس اللي معاك. ما حدش يقول لك نزل ده ونزل ده، بعد اذنك يكون عندك شخصيه شويه. ويعني عدي بينا من مرحله المجموعات اللي احنا خلاص يعني نقطه، عندنا نقطه. هنشوف غانا والراس الاخضر في الماتش اللي جاي الساعه 10، ربنا يكرم. اتمنى طبعا ان هم يتعادلوا بعد الاداء المنيل ب 60 نيله لينا ده، علشان ندخل ماتش غانا الماتش الجاي خلاص يعني متساويين، فيبقى الكفه الى حد ما متعادله.
فيا رب فيتوريا يفوق شويه والمنتخب يفوق واللعيبه اللي تعبانه اللي احنا شايفينها في الملعب دي تفوق وتفهم ان هي بتلعب باسم منتخب مصر. فوقوا شويه، ركزوا. ويا رب يا رب ان شاء الله البطوله دي تكون لينا برضو، يعني مش هنفقد الامل من اولها. لسه اول ماتش في البطوله ولسه التجانس، بس مش عارف اقول ايه، يعني الدنيا صعبه بصراحه. فيا رب غانا والراس الاخضر كاب فيردي يتعادلوا الماتش اللي جاي علشان نرجع تاني لنفس الحسابات. فيتوريا فوق والعب بلعبك اللي كنت بتلعبه في الماتشات اللي فاتت، معرفش غيرت ليه. ارجع بمحمد صلاح في مكانه وكل الناس في مكانها وربنا يسهل. مروان عطية لازم يكون موجود، غيابه مش طبيعي. يلعب على النني واللي جابه النني، معلش بقى يعني، اهو انا بقول اهو، يلعب على النني واي حد فوق النني. مروان اعلى بكتير من النني في المكان ده. وزيزو مش مكانه، ما تلعبش في زيزو خط النص. عايز تغير صلاح يبقى غيره ونزل زيزو. عايز تغير حد من الشمال، تريزيجيه ولا مرموش، يبقى نزل زيزو، لكن ما تنزلوش خط نص. بنلعب ناقصين واحد واحنا اصلا معانا النني، فاحنا ناقصين كده كده واحد، فبنلعب 9. حرام، حرام منتخب مصر والله يعمل كده. السلام عليكم.